السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق؟ كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها اللي بتساعد على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه فاينانس او اوسيس. قروض شخصية. التطبيق ده مساحته 11 ميجا، محمله أكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده خاص بالقروض الشخصية. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تطلب قرض شخصي ليك. بتقدر ان انت لما آه بتحقق الشروط بتاعة التسجيل على التطبيق بتقدر ان انت تطلب قرض. بيشوف طبعا اول حاجة سنك قد ايه. لازم سنك يكون يتراوح ما بين 18 لحد 60 سنة. بيشوف جنسيتك ايه، لازم تكون مصري الجنسية. القرض عندهم بيبدأ من 500 جنيه، ده اللي هو اقل حاجة، لحد 10,000 جنيه اللي هو اكتر حاجة. طبعا اقل قرض ده بياخده اي واحد مثلا بيكون جديد، طبعا عشان يجربوه ويشوفوا السداد بتاعه يكون عامل ازاي. هيدفع مش هيدفع، هيأخر في الاقساط، الكلام ده. طبعا كل ما القرض بتاعك بتكون انت ملتزم في الدفع وبتدفع قبل الميعاد وكده، الحد الائتماني بتاعك بيزيد عندهم. بتقدر بعد كده ان انت تطلب قرض اعلى ويديهولك ببساطة. يعني ممكن مثلا اول مره تطلب قرض ب500 جنيه، المره اللي بعديها تطلب 1000 جنيه، بعد كده 2000، بعد كده 5، بعد كده 10، وهكذا. فتره السداد بتاعه القرض بتتراوح ما بين 3 شهور لحد آه 12 شهر اللي هو سنه سليمه. الفايده على القروض بتتراوح ما بين 12% لحد 25%. يعني اقل قرض او اقل فتره سداد ممكن تاخد مثلا اللي هو ال3 شهور دول بتاخد عليهم مثلا آه الفايدة 12%. اما لو وصلت ل12 شهر فانت بتدفع 25%. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بالاضافة طبعا ان التطبيق ده تطبيق قروض، فناس كتيرة بتشتكي منه ان هم بيطلبوا القرض ما بيدهمش. بيحاولوا ان هم يزودوا الحد الائتماني بتاعهم، ما بيرضاش. يعني ممكن يدي قرض مثلا 500 جنيه وتسدده 1000 جنيه، وبعد كده مثلا تيجي تطلب منه قرض تاني يقول لك لا. بالاضافة طبعا ان مسألة القروض دي مسألة محرمة، واي حد بياخد قروض ما بيعرفش يسددها، او لما بيسددها بتيجي من وراها بالخراب وحاجات كده كتيرة يعني. فده من ضمن التطبيقات اللي انا برشحش حد ان هو يحملها ولا يتعامل معاها. بس كده، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.